قوم تبع. مين هو تبع المذكور في القرآن وليه تسمى بالاسم ده؟ قصة جديدة، وده الجزء الثالث من تكملة السؤال. تبع هو اسم أو لقب بيطلق على كل ملوك اليمن قديما، يعني زمان كده كل اللي بيملك جميع بلاد اليمن زي سبأ وحمير وحضرموت كان بيتسمى تبع، يعني لقب زي لقب فرعون في مصر أو كسرى في الفرس أو لقب قيصر في الروم. وبيتسمى الملك بتبع لأن بتتبعه كل الملوك، ملوك اليمن كلهم كل ملك بيتبع الملك اللي قبله أو صاحبه. وقوم تبع أو تبع هنا مذكور في القرآن مرتين بس. طب مين بقى تبع المذكور هنا؟ يقال إن اسمه أسعد أو كريب أو كرب اليماني، وحكم قومه أكتر من 300 سنة، وما كانش فيه حد حكم اليمن أطول منه. ويقال إن حكمه كان قبل بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ب1000 سنة، وتوفى قبله حوالي 700 سنة. وكانت فترة حكمه فيها فتوحات كبيرة، وكبرت فيها سلطته وجيشه، ودخل وغزا بلدان كتير لغاية ما وصل لمكة والمدينة، وقابل فيها 2 من أحبار اليهود اللي لقوه عايز يغزو المدينة ويقاتل أهلها ويهدم الكعبة، فنصحوه وقالوا له بلاش، ده مكان وبيت عظيم بناه سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، والمكان ده له شأن عظيم هيبعث منه مبعوث آخر الزمان أو نبي آخر الزمان. فاقتنع وأخذ ال2 الأحبار دول معاه اليمن، وآمن بعدها وبقى على شريعة سيدنا موسى عليه السلام، ودعا بعدها أهله وقومه للإيمان معاه فأمنوا. ويقال إن هو بعد ما مات رجعوا لعبادة الأصنام والنار، فربنا سبحانه وتعالى عاقبهم بسيل العرمي المذكور في سورة سبأ، والله أعلى وأعلم. وذكر تبع جه في السنة النبوية إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنه إنه رجل صالح ونهانا عن سبه أو الغلط فيه، فقال عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم، وده معناه إن هو كان كافر وأسلم. وعن المفسرين والعلماء قالوا إنه اتوصف بوصف الرجل الصالح، ذم الله تعالى قومه ولم يذمه. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حديثها قالت: لا تسبوا تبعا فإنه قد كان رجلا صالحا. ودي كل الأخبار اللي وردت عن تبع وقومه. يا رب أكون وصلت الإجابة والشرح. ولو أول مرة بقى تعرفوا كل المعلومات دي عن تبع وقومه اكتبوا لي في الكومنتات، ولو عايزين قصص تانية وحكايات تانية اكتبوا لي برضو في الكومنتات. وما تنسوش طبعا تحفظوا الفيديو وشير مع أصحابكم، خلي الكل يعرف المعنى والقصة ويستفيد.